السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الهوت شوكليت بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمله في البيت، مش لازم نروح نشربه بره في الكافيهات او المطاعم، وبطريقة اقتصادية. المكونات بتاعتنا: نص كوباية كاكاو، نص كوباية سكر بودرة، ربع كوباية كريم شانتيه، معلقتين نشا، معلقتين لبن بودر. طبعا انت لو جبتي كل المكونات دي هتلاقيها ارخص بكتير، وهيعمل لك كمية هتعينيها عندك تعملي وقت ما انت عايز. هنعمل ايه بقى بالمكونات؟ احنا هنحط الكاكاو، وهنضيف عليها سكر البودرة. ويا ريت تنعمي سكر البودرة على قد ما تقدري علشان المكونات بتاعتك تطلع مظبوطة. هنفضي بقى السكر مع الكاكاو، وهنحط ربع الكوبايه الكريمه ديت. طبعا الكريمه دي هتغير طعم الهوت شوكليت. يعني مثلا انت بتعملي كاكاو، بتعملي سكر وكاكاو ولبن، لا، الاضافات الزياده دي هي دي اللي هتديكي طعم الهوت شوكليت اللي بتشربيه بره في الكافيهات. طبعا انت لما تجيبي الحاجات دي وتعمليها في البيت وتحطيها في برطمان وتبداي تستخدمي منه، هيوفر عليكي كتير اكتر ما تشتري برطمان جاهز من بره. قلبيهم بالراحه. لازم تقلبي المكونات كلها لما تبقى عامله معاكي زي خليط الدقيق بتاع الكيكه، او ما يبانش فيها الوان كده، يعني تبقى كلها لون واحد. هتجيبي نوع كاكاو نضيف علشان يديكي طعم كويس. هقلب بالراحه خالص وما تستعجليش لغايه ما يبقى عامل معاكي زي الدقيق الشوكولاته البني او الكيكه البني، ومش باين فيه الاضافات التانية دي. بعد ما اقلبه كويس واظبط الدنيا، هجيب برطمان نضيف. طبعا كلنا بنجيب صلصة او مربى او اي برطمانات بتفضى عندي. هتغسلي واحد كويس قوي وهتنشفيه ما فيهوش اي ميه، وهتبداي بقى تحطي الخليط بتاعك فيه. هتعينيه بقى عندك في التلاجة او في على رف المطبخ لغاية لما تيجي تعملي المشروب بتاعك وقت ما انت عايز. المشروب ده بيدي طاقة في الشتاء يا جماعة، وبيدفي كويس قوي. خلاص انا كده عبيت البرطمان بتاعي. الزيادة دول حطيتهم في طبق عشان اعمل منه دلوقتي. يلا بينا بقى. هنجيب كنكة، هنحط معلقتين من المسحوق اللي احنا عملناه مع بعض، وهنحط عليهم كوباية لبن. طبعا هو عليه سكر، مش هتضيفي اي حاجة خالص الا اللبن. هتحاولي تقلبيه كويس قوي زي ما بنعمل الكاكاو، يعني قلبيه كويس قوي عشان المكونات دي تدوب في اللبن بتاعك. انا هقلب بس كويس كده لغاية ما ادوب البودرة بتاعتي، وبعد كده هزود شوية اللبن اللي انا سبتهم في الكوباية. لو انتي عندك حد ما بيحبش الحاجات السكريات او عايزه تعمليه بسكر دايت، استبدلي السكر البودر اللي احنا عملناه وحطي بداله سكر، او خفي كميه السكر شويه براحتك. هو لما تقلبيه كده هيبقى شكله زي الكاكاو بالظبط. هتهدي عليه النار. لو عايزه تعملي بقى مثلا 4 مجات، لو جاتلك حد او كده زودي الكميه. جيبي حله او حاجه واسعه شويه او كزرولة او اي حاجه، واعملي بقى فيها الكميه اللي انت عايزاها. طريقته سهله وبسيطه، ما بياخدش معاكي وقت. بصي بقى، خلاص المسحوق بتاعنا ده في اللبن، واللبن بدأ يغلي معانا كده اهوت. هتبدأي بقى تجيبي المج بتاعك او الكاس بتاعك اللي هتفضي فيه. هتجيبي قطعة شوكولاتة خام، هتبشري منها جزء وهتسيبي جزء هتحطيه دلوقتي زي ما احنا هنعمل. خلاص انا هصب الكاكاو بتاعي في الكوباية. عايزة تحطيه في مج، عايزة تحطيه في كاس ازاز، في كوباية براحتك، عايزة تحطيه في فنجان. كده انا صبيته. هحط بقى مكعب الشوكولاته، بس يحطيه بالراحه عشان ما يعملش كده. وبعد كده بقى شويه الشوكولاته اللي مبشوره هحطها على وشها. طبعا الشوكولاته بتديله طعم جميل. امسح المج بتاعي عشان يبقى نضيف.
هيبقى بالمنظر ده من فوق. طبعا هو شكله مغري اصلا ويفتح النفس. طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو في اي سؤال او استفسار سيبهولي في الكومنتات وهرد عليك ان شاء الله. السلام عليكم.